الرحيم. هنبدأ مع بعض نقشر الفول السوداني زي ما انتوا شايفين. زبدة الفول السوداني سعرها يعني غالي جدا جدا، ومش صحية كمان اللي بره، لان بيحط فيها مواد حافظة عشان تفضل اكتر وقت ممكن. هنقشر الفول وتابعيني هنعمل ايه مع بعض. هنا قشرت الفول خلاص، وهوزنه دلوقتي في مرحلة ان هشوف كام جرام. عامل 237، هخليهم بقى ايه 230 صافي. علشان اما اجي احسبها على البرنامج ابقى عارفه انا بحسب ايه. انا هنا سخنت طاسه، هحط الفول يتحمص شويه. هنحمصه شويه مع بعض، وبعد ما يحمص هنسيبه يبرد، وبعدين نحطه في الخلاط. انا حمصت الفول يا بنات زي ما انتوا شفتوني، ودلوقتي هنبدأ عملية الفرم. بصوا هو وصل لايه، لمرحلة ايه، ان هو متكسر كده زي ما بنستخدمه في الجلاش والبسبوسة. هنكمل فرم خالص لغاية ما تحس ان هو بقى طلع الزيت بتاعه. شوفوا اتغير ازاي، ولونه اتغير وقرب يدخل على مرحلة الزيت بتاعه. هو كده قرب يا بنات يدخل. شوفي اللون اتغير وبقى شكله ايه. انا جبت العسل حطيته على الميزان، هاخد منه 10 جرام. 10 جرام يعني معلقة كبيرة، فانا صفرت الميزان وهاخد احط شوية. وهرجع احط تاني اشوف انا خدت كام جرام. سبحان الله انا خدت 10 بالظبط. سبحان الله، يعني زي يكون ايدي ميزان. بعد ما حطيت العسل هكمل فرم يا بنات لغاية ما نحصل على عجينة زي طرية خالص. وانا هنا خلصت فرم يا بنات، شوفوا عملت ازاي. شايفين عندي مج كده كنت جايبة فيه شوكولاتة، فهحطها فيها واشوفها كام جرام. وطبعا نحسب الفول كان 230 مع معلقة عسل 10 جرام، هنحسبهم الاتنين ونشوف نسبة الكرب ونسبة الفات ونسبة البروتين فيها قد ايه. طبعا زبدة الفول السوداني غنية عن التعريف، كلها بروتينات صحية، كلها دهون صحية، ممكن تفطري بيها وممكن تاخديها سناك على شريحة توست. ودي بعد ما حطيتها في المج يا بنات عاملة 301. إيه طبعا زادت، هي كانت 230 عشان حاطين فيها معلقة عسل وحطيت فيها 3 معالق حليب خالي الدسم. فجربيها وقولي رأيك. انت هتاخدي بس معلقة منها، يعني دايما استعملي المعلقة الصغيرة اللي هي بتاع الشاي دي العادية، تاخدي منها معلقة بس كده. طبعا انت بعد ما تحطي الحاجة على الميزان هتصفريه عشان تشوفي خدت قد ايه. المعلقة دي طلعت 15 جرام. ممكن تحطيها على شريحة توست وتاكليها وبألف هنا عليكي، وممكن تحطي عليها عسل لو انت عاوزة. نصيحة يا بنات، زبدة الفول السوداني صحية جدا وكلها دهون صحية. لكن لو انت كلتيها بكميات كبيرة، يعني ما تجيبيش ربع كيلو فول سوداني وتاكليه، فده طبعا هيتخنك. طبعا كلنا عارفين قد ايه هي مفيدة جدا للستات اللي بترضع، بتعمل إدارة اللبن كبيرة جدا. فقوليلي رأيك فيها، وتحياتي، واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله.
ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب. اشوفك على خير. باي باي.